كل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم، وملخص خوازيق الجولة السابعة، واتحداك تكون جايب نقط اكتر مني، وراهنك على اللي في جيبك دلوقتي، وراهنك على اي حاجة انت بتمتلكها. ليه بقى يا معلم؟ لان الجولة بدأت كالآتي. انا اما بالصلاة على النبي كده انا عامل -8 حلو، وجايب 30، يعني انا جايب 22 نقطة. برافو عليك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتهزر؟ لا ده انت جامد قوي، ده انا مفاجئ والله العظيم. في جولات كده يا صاحبي اسمها ايه؟ جولة ال21 سماوي. هي كانت الجولة دي. كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم. اقول لك ايه، ملخص الخوازيق بدأت ترجع اهي. مانشستر يونايتد فيديوهاتها رجعت اهي، النصايح رجعت اهي، اخبار اهرام جمهورية نازلة اهي. فادعمنا بقى، اللايك بقى فين؟ ها انكر يلا، انكر بايديك يلا كده يلا. انا يا جماعه باختصار، يعني باختصار قوي بقى، يعني قوي، انا ما حدش عندي في التشكيل تألق اقسم بالله، كل واحد واتنين والكلام ده، غير هافرز الوحيد اقسم بالله اللي تألق. وقبل الماتش بتاع ارسنال اصلا بعته تقريبا، كان قلبي حاسس ان هو هيتألق، فقلت ولا انت مالكش مكان، انت انا هقطع عيشك دلوقتي، انت عامل لي فيها متألق بره التشكيل على طول. بعت هافرز وصلاح في بعد ماتش ليفربول اقسم بالله على طول، بعت الاتنين وجبت مكانهم 3، جبت ساكا وبالمر وكومبارس في الهجوم. المهم خليني اقول لك اللي حصل. مبدئيا كده في حراسة المرمى انا معايا كابتن سانشيز، وربنا يبارك لك يا ابني. تمام. ماتش تشيلسي ده هو ماتش المفروض على الورق سهل، بيقابلوا نوتنجهام، يعني هو فريق سهل، فريق في المتناول، فريق عادي. تمام. تتعادل معاه 1-1 ده اللي انا مش فاهم. وانا معايا من تشيلسي 2، معايا كابتن شانتز في حراسة المرمى. الواد كان متألق وزي الفل من ساعة ما جبته، ما بيعملوش لا كلين شيت ولا كلين نيلة. تمام. ومعايا مين في الهجوم؟ معايا كابتن مايكل جاكسون. كابتن مايكل جاكسون تقريبا افتكر ايامه السوداء معايا السنة اللي فاتت، وحابب يعيد الذكريات معايا برضه. يعني هو حابب يقول لي يا عبد الله انا موجود. انا يا ابني انا اتسرعت ليه وجبتك؟ بجد انا اتسرعت ليه وجبتك يا معلم؟ ما انا كنت مرتاح، انا كنت مرتاح. ما انت يالا وهمتنا يالا ليه انك اتغيرت يالا؟ انا ليه تشيلسي وهمتني ان هي اتغيرت وبقوا يجيبوا بال4 و5 تجوان والدنيا حلوه؟ يا جماعه ما انتوا ماشيين زي الزفت اهو ما شاء الله. ايه اللي بيحصل بقى لما بشتري منكم لعيبه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني فهمني بجد ايه اللي حصل يا جاكسون؟ ما انت اقل حاجه كنت بتجيب جون وجون واسيست وجونين والجو ده، معايا بقى بقيت تجيب 1 و2 ليه؟ فدي اول 2 لعيبه ما عملوش اي حاجه. يليهم بعد كده مانشستر سيتي. تمام. مانشستر سيتي ما بقتش تعمل كلين شيت نهائي والله العظيم. يعني انا مش فاهم فريق بالقدرات دي ما بيعملش كلين شيت ليه؟ انا مش فاهم. بتقابلوا فولهام بتكسبوا 3-2 بالعافيه. سيبك من الكلين شيت. انا مش معايا حراسه المرمى، بس انا معايا كابتن جفارديولا. ممكن اسال سؤال؟ انت عملت ايه من اول السنه؟ معلش رد علي، انت عملت ايه؟ انت في 7 جولات جايب لي جون. سعرك غالي ليه؟ بجد قول لي سعرك غالي ليه؟ علشان بس يا ابني ابقى انا عارف، يعني ابقى فاهم ان ايه اللي بيحصل. بس بتضيف حاجه؟ يعني بتضيف بطاطس كاتشب مايونيز مثلا مع الفريق او حاجه؟ لان انا مش شايف حاجه. انت معايا بقالك 7 جولات، كل جوله يا 2 يا 1. الفريق عمل كلين شيت في اول ماتش تقريبا عملت معاهم، بس يا صباح الفل ما عملتش حاجه تاني. فممكن بس تفهمني ليه يابا؟ يعني انت ليه ب6 طيب؟ هما بيصعبوا موقفنا ليه؟ لحساب مين؟ ليه؟ طب سيبك من جفارديولا. هالاند لما صاحبه توفى، الواد ما كانش قادر، الواد كان منهار لدرجه انه نزل شوط واحد جاب فيه جونين وطلع.
دلوقتي انت ما بقتش تسجل ليه؟ هو ده ال40؟ ما فهمني ما بقتش تسجل ليه؟ يا اخي سجل هاتريك واهدي لي لصاحبك يا اخي. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ اهدي له حاجة. انا مكابتنك. ده انا بقيت اقول الحمد لله اني مكابتنتي صلاح علشان ما عملش حاجة. طلع ب3 نقط، هالاند طلع بنقطتين. يا ابني هو احنا مالنا وايه جرالنا وليه كده؟ هو في ايه يا هالاند؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ انا كنت بهزر يا هالاند. ارجع يلا املى البيت يلا كور مكسه يلا. ارجع يا هالاند، انا هشتري بيت اكبر وهملى البيت، عايزك تملهولي كور. هالاند ارجع هات الهاتريك يا هالاند. انا من غير الهاتريك ببقى ضايع. بالنسبه لماتش ارسنال، انا معايا من ارسنال معايا 2 لعيبه. معايا هافرز اللي قلت لك عليه اني باته، تمام، وده احتراما لمسيرته الكرويه وعلشان انا مش فاهمه، تمام، فباته علشان ما يلخبطنيش في الحسبه، ما يبقاش التشكيل كله 1 و2 وده لا يجي جايب لي 7 أو 8. بتلخبط انا في العدد، ما بعرفش اعد على ايدي، فبتلخبط. 7 دي بتخلينا احط رقم في مخي وبتاع، وانا مش بتاع الحسابات دي. فقلت له لا يا هالاند، لا يا هافرز، مش هينفع، توكل على الله انت. معايا كابتن سليبة. ممكن تقول لي حاجه؟ هو انت ليه سعرك في الفانتزي نزل زي جبريال؟ بجد انت كان في اوفر؟ يعني كان عليكم باي 1 جيت 1 فري مثلا؟ نازلين بجد انتوا الاتنين لبس، ده في فرق شاسع ما بينك وما بينه يا سليبة غير جبريال. وسبحان الله، يا سبحان الله بجد، بحس ان دايما ربنا موفقني للقرار الخاطئ، اللي هو انا الحمد لله والشكر لله. يعني لو كان اللي بيتألق، وقسم بالله حاسسها كده، لو كان اللي بيتألق سليبة اقسم بالله كنت هشتري جبريال. ما كان هيجي لي حاجه كده جوايا تقول لي ولا ده جبريال ده هو اللي هيتألق. كنت هشتري جبريال الاقي سليبة هو اللي مكسر الدنيا. مش عارف والله، هو يعني مش فاهم. بصوا يا جماعه، برضو انا عندي مشكله عايز اقولها، وهي ان ايه، بحس ان اللعيبه بتتألق بالترتيب. بمعنى بالمر تألق حلو، هاب بالمر بقى، يعني هو جاب 4 تجوان، هاب بالمر مش هيعمل اي حاجه. هتلاقي ساكا اللي بيتألق، اللي بيجيب بقى ايه، جون واسيستين وبياخد كلين شيت وبونص وبطاطس، كان بياخد كل حاجه، تمام. هات ساكا، لا بالمر هيتألق ولا ساكا، هتلاقي مثلا محمد صلاح. هات محمد صلاح هتلاقي هالاند. هات هالاند هتلاقي ام نوال الزغبي. انا مش عارف طب انا عامل ايه؟ يعني انا هجيب كل اللعيبه دي ازاي طيب؟ ما انا هجري وراكوا قد ايه؟ ما انا عايز ابقى انا فاهم. ماشي، انا جبتك يا ساكا اهو، جبتك انت وبالمر. اتوقع اللي هيتألق حد تاسع. هلاقي واحد، هلاقي اكانجي مثلا انفجر وجاب 3 اجوان. ما انا مش فاهم، تمام. انا جبتكم انتوا الاتنين اهو يا حبايب قلبي وبعت صلاح. حلو، وروني هتعملوا ايه، وروني هتعملوا ايه. كمان معايا مدافع كده، ودي حالة نادرة، تمام، وتقريبا بتحصل لي انا. يعني الحالة دي انا مش لاقي لها تفسير علمي حتى الان. ليه بقى؟ انا معايا مزراوي حلو، ومقتنع ان هو حاليا من احسن لعيبة مانشستر يونايتد حرفيا يعني، تمام. وبيقدر ان هو يعني يحاول يعمل حاجة من الاخر يعني، ده لو عرف. الماتش ماشي 0-0 وانا تمام، بنلعب في الفيلا بارك مستني نترزع جون. ربك ما اذنش ان نترزع جون. حلو، الماتش كلين شيت، يعني 6 نقط. نظراوي بيتصاب، بيطلع ما بين الشوطين ولا بعد الشوط الاول، ما بيكملش الماتش. يابا هو انا ناقص؟ يعني انت الحاجه الوحيده اللي عملت كلين شيت، انت الجميل اللي لايق عليه الغرام، انت الحاجه الوحيده اللي عملت كلين شيت. ليه؟ وليه طيب؟ عشان طيب؟
ما بجد عايز افهم، طب ليه الحاله دي بتحصل لي انا؟ يعني الفريق هو عمل كلين شيت، اهو عمل كلين شيت، ده الوحيد اللي معايا نجح، تدمروه. وكلمه تنهج بالله عليك، عشان حرام عليك اقسم بالله. نفسي اعرف مشروع ايه اللي انت مستنيه يكبر ده مشروع دوناتس؟ يعني احنا هنبيع دوناتس في النادي، في المسرح الاحلام؟ فهمنا بالله عليك، ده مشروع ايه؟ مشروع توشكا؟ علشان احنا مستنيين بقالنا كتير قوي يا اخي، بالله عليك امشي اعتزل في القمه. في ايه؟ واخد بطولتين في سنتين، الدنيا حلوه. بتفرج على ماتش ليفربول، وفجاه كده بعديها بحوالي 3-4 دقايق بقول هو الواد دياز فين؟ قمت فاتح الابليكيشن كده وبدات ابص على التشكيل، لقيت دياز دكه. دياز ده قسما بالله جايبه الجوله مش اللي هي السبعه، من الجوله السادسه، من بعد ما تألق والله العظيم. الجوله اللي فاتت جاب لي نقطتين، والجوله دي جاب لي نقطه. يا ابني في ايه يا كابتن سلوت؟ ما تخليناش بقى نظروفك بالبتاع بقى. ما ايه ده بقى؟ دكه ليه؟ ارهق من دوري الابطال؟ فهمنا هو دكه ليه بس بالصلاه على النبي؟ والله العظيم كنت جايبه ب-4 يا اخوان، جايبه ب-4 بقاله جولتين ما جابش الا عليه، لسه عليه نقطه. يا جماعه ليه دكه؟ مش وينزله بقى في الاخر ياخد لي نقطه ويطلع. ما يكتفيش بقى بكده؟ خلاص الماتش خلص، صلاح حتى ما بيعملش حاجه. انا ما حدش في التشكيل اتألق، انا مش فاهم في ايه يا هافرز، انت اتألقت ليه؟ انا مش عارف. المهم خلصت ماتش ليفربول وانا قرفان ومش طايق نفسي، ببص كده على التشكيلات التانية. فريق فولهام انا معايا كابتن سميث رو، لقيته دكة. هو انا تشكيلتي يا جماعة انتوا بتختاروا الدكة من عندي؟ يعني انتوا بتخشوا تشكيلة عبد الله جاد، انت تقعد، انت نازل معاه، انتوا بتختاروا الدكة على اساس تشكيلة يا جماعة؟ بجد يا اخوانا انا جايب يا اخوانا 30 من ضمنهم -8. انا كنت في المركز ال700,000 والله العظيم. انا فجأة بقيت في المركز ال2 مليون و200. مشكلة بقى على ما اعمل الكامباك، وانت عارف الكامباك بتاعتي بتاخد وقت شوية. على ما اعمل الكامباك هبقى في المركز 7 مليون، وهبدأ بقى من هناك بقى، من اول شبرا الخيمة بقى هاخد الخط كله، وحوار منايل ب60 نيلة. اخر واحد كان معايا في خط النص برضه هو كابتن روجرز نجم استون فيرنا، والحمد لله ما كانش دكة، لا كانش دكة. وانا كنت متوقع انه يسجل لانه بيقابل مانشستر يونايتد، فاحتمالية التهديف بتبقى عالية شوية، تمام. فالحمد لله والشكر لله هو ما سجلش. ليه بقى؟ لانه خلص اهداف الموسم حلو. هو جاب جون الماتش اللي فات، اللي هو بتاع الجولة السادسة، فخلاص بقى هو نهى مسيرته الكروية السنة دي ومش هيكمل خلاص. فهيرجع بقى يجيب لنا نقطتين ونقطة كلين شيت او نقطة على حسب بقى موده، يعني على حسب هياخد انذار، هيصبغ شعر ابيض، هيعمله اصفر، على حسب بقى. انت شوف بقى على ما يجيب لك 7 نقط تانيين فيها 7 جولات تانية، عيش انت معاه بقى، وعيش وسيبنا عيش. الفكرة دلوقتي انا عامل -12 قبل ما الجولات تبدأ، قبل ما الجولة اللي فاتت اصلا تخلص. فانا مش عارف، افكر افعل وايلد كارد، وساعات اقول اصبر يا ولا، وساعات اقول الولا اهو، مش عارف الصراحة. بس ان شاء الله انا هصلي استخارة باذن الله، وربنا يعني يرشدني للجواب اللطيف وللاختيار الانسب باذن الله. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه شجعنا عشان نرجع تاني ونتعالج من اللي احنا بنعمله، تمام، ونرجع نكسر الدنيا زي ما كنا عاملين قبل كده. ما كناش مكسرين قبل كده عادي. شجعنا يا معلم، دوس لايك وشير وسبسكرايب، اعمل اي حاجه، اعمل حسنه، دوس اي حاجه،
انا راضي، بس دوس، ما تنكر يلا. حتى الكاميرا مش عايزانا نصور. يا نهار اسود، يا نهار اسود. دوس اي حاجه بالله عليك يا اخي. سلام.